بتعمل ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صباح الخير، صباح الفل على احلى متابعين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قمنا الصبح طبعا لسه ولا روقنا ولا عملنا حاجه، وحضرت الفطار ليا بس انا وحمودي. تعمل ايه يا حمودي؟ قول لهم صباح الخير. عاملين ايه؟ ازيكم؟ يلا يا حمودي عشان تاكل. حضرنا فطار كده طبعا، انا من مغرب يعني مش قادره اقول لك، من عشاق الطعميه والفول ابو قوطه، فلفل محمر، فلفل مقلي، جرجير، وظبطت احلى فطار ليا انا وحمودي. تعمل ايه يا حمودي؟ قول لهم تعالوا اتفضلوا معانا. قول لهم اتفضلوا افطروا ويانا. لما يجي يجوا ياكلوا. قول لهم عاملين ايه؟ تعالوا كلوا معانا الفطار. تاكل ماما الفطار. تعالوا اتفضلوا. ايه يا حمودي؟ ايه؟ اعملوا لايك لتيتا انا لايك لتيتا واشتراك في القناه. واشتراك للقناة. ماشي. يلا تعالوا اتفضلوا معانا الفطار. دول من الفطار. حمودي قاعد بيفطر. نفطر وبعدين نرجع لكم بقى ونقول احنا عملنا ايه في الغدا. ماشي. طبعا يا حبايبي انا ما كنتش محضره ان انا في دماغي ولا مخططه لاي فطور لاي غدا، ولا عامله حسابي ان انا هنتغدى ايه. كنتش اعرف هنتغدى ايه. لقيت مرات ابني كانت في السوق، رجعت قالت لي انا جبت لك قرنبيطه يا ام. قلت لها يلا مش مشكله، قرنبيط قرنبيط، نتغدى قرنبيط النهارده. طبعا انا من عشاق القرنبيط دوت. بصوا يا حبايبي، ما مش عارفه اقول لكم من غير ما علام، يعني لما تيجي تنقي القرنبيطه، تنقي القرنبيطه اللي هي كل وردياتها متجالسه متماسكه مع بعضيها كتله واحده. بصي وماسكه بعضيها، مش في قرنبيط بقى تمسكيه تلاقيه متفركش كده، الورد بتاعه من فوق مفركش. بص قطعتها، وتقطعي العروق بتاعتها من تحت على اساس ان هي تبقى ايه، الكتله وحدها لوحديها كده، تقطعيه ورديات ورديات كده. طبعا بص بقشرها ازاي من الجناب عشان تعرفي انها استوت، لان الجلده اللي انا بشيلها بالسكينه دي هي بتخليهاش تستوي، بتبقى جامده يعني بتبقى ناشفه. بص بتطلع معاكي ازاي، هي دي بقى اللي انا بقشرها. تقشريها ازاي بتفتح معاكي، بيتفتح معاكي بكل سهوله. بس من الجناب كده بتشيلي الجلده التخينه دي عشان لما يستوي يبقى طري معاكي مش مجمد. طبعا عارفين القرنبيطه ننقيها ازاي تكون بيضه قشطه، والورديات بتاعتها متجالسه كده. بصوا ماسكه متكبسه، يعني مكبسه. القرنبيط ده اسمه قرنبيط ضاني، مش اللي هو مفركش ده بيبقى مجلد. بصي وطبعا من غير علام بقول لكم يا حبايبي، ده لما تيجي تقطعي القرنبيط فصصيه كده عشان بيبقى فيه حشرات، فيه دود، فيه حاجه، تبقي واخده بالك. وتروحي شطفاه في تحت الحنفيه، وتروحي على الميه بقى السخنه، ميه بتغلي، حط فيها معلقه كمون ومعلقه ملح عشان الانتفاخ، وابدأي رصيه كده بالراحه، وتخلي الورده بتاعته هي اللي فوق، يعني العروق تحطيها من تحت وتخلي الورده اللي فوق. بصي خلاص هو ما بياخدش سوا، مش اكتر من 7 8 دقايق على النار. ودي ميه ساقعه بطلعه فيها عشان توقف عمليه التسويه. دول قرنين فلفل، فصين توم، معلقه كمون، معلقه ملح. ودق كل الهريسه دي كده مع بعضيها تعمل لنا معلقه هريسه كويسه. نيجي بقى على الدقه بتاعتنا. ده السر بقى، معلقه الكركم. معلقه الكركم ديت بتدي لون اصفر. الكركم ده على فكره يا جماعه فيه فوائد كتير، وما بيديش اي طعم، بيدي شكل وفايده من غير طعم، يعني ما بيأثرش معاكي في اي اكل خالص. ودي الهريسه اللي احنا عملناها. توم، فلفل احمر او اخضر عادي حسب اختيارك، لان انا بحب الفلفل الحامي. ممكن انت لو مش بتحبي الحامي تحطي قرنين رومي. وده لبن يا جماعه، ده اللبن اللي انا بعجن بيه، دي بقى بتخلي طعم العجينه في منتهى الجمال. ما كانش عندي الا مج واحد حطيته، عوزتي يعني تقريبا نص مج تاني. بصوا الكركم بيخلي لونه جميل مع الدقه بقى اللي احنا وريتها لكم ديت. بصوا العجينه تحس انها سايله. دول 4 بيضات حطيتهم. البيض دوت يرجع لك يا حبيبتي، لو عايزه 10 بيضات حطي 10 بيضات، ممكن تعجنيه
بالبيض بس كده مش مشكلة، 5 بيضات 6 بيضات 7 بيضات اللي انتي حسب احتياجك، حسب مقدرتك يعني. لان كل ما بتكتروا له بيض وكركم بيبقى طعمه جميل واصفر وجميل. بص هايش سايل ازاي، معلقة الخل ديت بتحافظ على انه يبقى سايل. طبعا العجينة سايلة، حطيت لها ما تقوليش انها سايلة وخفيفة، لا، اول ما بحط لها الخضرة بتقلها. بص تقلتها ازاي. يلا نقطع بقى معانا. في ناس بقى بتاخد تقلي كده زي ما هو كده، لا بصراحة انا بحبه القرنبيط اقطعه زي الشيبسي عشان يبقى مقرمش معاكي. بص تقطعيه شيبسي صغير ازاي. دي حاجة اختيارية بصراحة، كل واحد وذوقه، هي وجهات نظر. والزيت زي ما قلت لكم يا حبايبي، الزيت بيكون كتير وما يسخنش قوي. انزلي بقى كده تغطسيه في العجينة وتنزلي في قلب الزيت. بعد ما تنزلي في الزيت يتشمع تروحي قلبها على طول. يلا نسبح ربنا ونقول سبحان الله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. بصي قلبتيه كده، بصي يديك اللون الذهبي الاشقر الجميل. الله على الجمال. بصوا اللون كده. خلاص كفايه نطلع بقى عشان انا واقفه بطلع وواقفين ورايا اللي بطلعه بياخدوه. طبعا طلعتيه قبل ما تحطي المره التانية. حافظي على انك انت تنضفي الزيت من اي شوائب نزلت، طبعا بينزل شوائب، تنضفيه تبداي تحطي التانية. سبتها سخنت واتعمدت ان انا احط المره التانية والزيت سخن. بص لما تحطي الزيت سخن تحطي القرنبيط، بص بيطلع العجينه بتاعته بتتفركش معاكي ازاي. يعني المفروض ان انت بعد ما طلعتي تهدي النار خالص وبعد كده تبداي تحطي المره التانية. ليه؟ ما يخليش العجينه بتاعتك تتفركش زي ما انت شفتيها كده، ومجرد ما يتشمع تروحي قلبها على الناحيه التانية. ما بيخليش العجينه تتفركش وتطلع كده وكده في الزيت. بص استني بقى عليه لما ياخد اللون الجميل الذهبي. القرنبيط ده يا جماعه فيه فوائد جميله لاولادي. والكركم بأكلهم بأي طريقة. ده الأستاذ حمودي دخل خد حمامه. حمودي كده حمامه بيتخانق مع أمه. ماشي. ازاي هي تسرح؟ لا لبسته بالعافية وخناق وزعيق. يا ست سيبيله المشط. فكيت الاشتباك وسابت له المشط عشان هو يسرح لنفسه. وطبعا ربنا يهديه، ما هديش الا لما اخد المشط يسرح لروحه. خلصت كده القرنبيط. بصوا والله لو معايا تسمعوا خبط القرنبيط في الطبق وقرمشته وريحته في منتهى الجمال. طبعا نزين الطبق بتاعنا بشوية خضرة كده نكسر اللون بتاعه، وعلى الريحة بقى ونحضر سلطة وعيش محمص. بصي على اللون، سخنة مش قادرة امسكها. بص لونها جميل وريحتها بقى مش قادرة اقولك. طبعا ورايا اللي بيطلع بيتاكل، هم دول اللي انا قدرت امسكهم. اختي زوزو. ده الاستاذة بوسي والاستاذ ادم، دول احفادي. بوسي دي اول الاحفاد. عم خرابه هاي طعمها جامد وريحتها جميلة. ما كانتش بتاكل قرنبيط خليتها كلته. وراكم ده مش تعملوا لا. بص الاستاذ ادم والاستاذ احمد اخدوا الطبق وعايشين حياتهم. واعملوا لايك وشير. يلا باي باي. يلا اقول باي ايه؟ باي. بقول قول لايك وشير لتيتا.
يلا، وعجبك الفيديو ما تنسيش بدعوة حلوة لايك وشير. السلام عليكم. باي 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 باي.